في عالم بيجري ورا الجمال، في سباق مجنون على الخلود، في حرب سرية ضد الزمن. الفنانين دخلوا السكة دي برجليهم، بس ما كانوش عارفين إن السكة دي رايحة على التابوت. ناس ماتت وهم بيضحكوا قدام الكاميرا، ناس اختفت فجأة بعد ما خدوا الحقنة السحرية اللي المفروض ترجع لك شبابك، بس رجعتهم أطفال في توابيت. الحقن دي مش علاج، دي لعنة. وأهلاً بيك في عالم هاروت. من كام سنة كده بدأنا نسمع عن حقن سحرية، بيقولوا إنها بتشيل التجاعيد، بتصغر وشك، وبيبيعوا الوهم للناس على إنه سر النجوم. الفنانين والفنانات بقوا ياخدوها قبل كل مهرجان، قبل أي جلسة تصوير. بس فجأة بقينا نسمع أخبار صدمة: فلانة ماتت، فلان وقع في الحمام، تالت حد قلبه وقف فجأة. كلهم شباب، كلهم شكلهم كان حلو، والمشترك الوحيد الحقنة. اسمها التجاري كتير، منها الهرمونات ومنها البوتوكس ومنها أنواع أجسامنا مش بتتحملها أصلا. بس محدش بيقول الحقيقة. مين السبب؟ الدكاترة اللي بيشتغلوا في العيادات الخاصة، البلوجرز اللي بيقبضوا عشان يروجوا ليها، والمكاتب اللي بتبيع الوهم للفنانين. بيقولوا لهم خد الحقنة دي وهتبقى زي ما كنت من 10 سنين. بس محدش بيقول لهم إن قلبهم ممكن يقف، وإن الكلى ممكن تبطل تشتغل. الفنانين نفسهم بقوا ضحية للترند، كل واحدة خايفة تكبر في عين الجمهور، كل واحد عايز يحافظ على وسامته. بس التمن غالي، ممكن يكون حياتك. وآخرهم كانت النجمة الهندية شيفالي جاريوالا. الكل كان فاكرها بصحة ممتازة، فجأة راحت. والكلام بيزيد إن ممكن تكون من ضحايا الحقن دي زي غيرها. الحقن اللي بيقولوك عليها مضادة للشيخوخة ممكن تكون قاتلة. لو جمالك هيوديك القبر، يبقى تستاهل تعيش بشيبك، وساعتها بس هتعرف إن مش كل حاجة بتلمع دهب. لو أول مرة تسمع عن الموضوع ده، ما تنساش تتابعنا، لأن في عالم هاروت الحقيقة مش دايماً زي ما بتبان. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو، عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.